4 فيتامينات بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء. فيتامين B12 مهم في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء، عشان فيتامين B12 بيساعد في تكوين المواد الكيميائية العصبية اللي تساعد خلايا المخ في التواصل مع بعض. وحالة نقص فيتامين B12 بيحصل ضعف الذاكرة. وفيتامين B12 بيكون موجود في المكسرات زي الفول السوداني واللوز، وموجود في حاجات تانية زي المشروم والبنجر والبطاطس. وفيتامين B12 موجود في الفاكهة زي التفاح والموز والتوت الأزرق والبرتقال. فيتامين د مهم في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء، عشان فيتامين د مسؤول عن تكوين الهرمونات المسؤولة عن التواصل بين خلايا الدماغ. وفيتامين د بيكون موجود في أشعة الشمس الصبح. وفيتامين د بيكون موجود كمان في الأسماك الدهنية زي السلمون والماكريل والتونة. وكمان فيتامين د بيكون موجود في المشروم وصفار البيض وزيت كبد الحوت. ونلاقيه كمان موجود في المكسرات زي الجوز أو عين الجمل، بيكون موجود في اللوز والشوكولاتة الداكنة. فيتامين اي أو فيتامين ه مهم جدا لصحة المخ وخلايا الدماغ، وبكده يبقى فيتامين اي مفيد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء. وفيتامين اي بيكون موجود في المكسرات زي البندق وعين الجمل واللوز، وموجود في الخضروات زي الطماطم والجزر والقرنبيط والبروكلي والفلفل الأحمر واللفت والبنجر والسبانخ والخردل الأخضر. أوميجا 3 مهم جدا في سلامة خلايا الدماغ، وبيقوي الروابط بين خلايا الدماغ، وبيساعد في وجود مواد كيميائية عصبية. والأوميجا 3 بيكون موجود في الفاصوليا البيضاء، ونلاقيه كمان في المكسرات زي الجوز أو عين الجمل والصنوبر والكاجو واللوز والفستق واللب الأبيض أو بذور اليقطين. أنصحكم أنكم تهتموا بالتغذية وممارسة الرياضة والنوم وقت كافي، عشان السهر بالليل بيأثر على قوة الذاكرة والتركيز. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض 4 فيتامينات بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء بإذن الله.